اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قناة غزل للطبخ. ان شاء الله اليوم كما كتشوفوا غادي نحضروا مسمن بدون ماء اللي كيجي رائع في المذاق، شهوة منه وكيجي مورق خفيف وهشيش، غادي يعجبكم بزاف. وبالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي ما تنساوش لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ما غاديش نطول عليكم وندوزوا الان المكونات. وغادي نبداو على بركة الله في المكونات ديال العجين. عندي هنايا 2 كيسان من العنبة ديال الفينو اي السميد الرقيق، و3 كؤوس من الدقيق الابيض بطبيعة الحال انا مغربلين. وعندي بالنسبة للخبيز يعني باش غادي نورقو المسمن، عندي هنا الزيت وسميد الناعم اي الفينو والملح. وباش غادي نخبزو العجين عندي هنايا الحليب في عود الماء. وغادي ندوزو الان للطريقه ديال التحضير. والان غادي نعجن العجين. هنا غادي نضيف شويه ديال الملح. كنت سخنت هنايا الحليب غير دفيته واحد شويه، ما يكونش بارد، المهم غير دافي شويه. وغادي نبقى كنضيفو تدريجيا وانا كنجمع العجين. انا كل ما خصني كل ما كنزيد حتى كنحصل على واحد العجين يكون لين. هاد العجين راه ما يحتاجش انكم تدلكوه ولا تضربوه مع التماره، فقط كتجمعوه. وانا غنقول لكم شحال خدا ليا ديال الحليب. وهنا بالنسبه للحليب فانا كان خدا ليا 2 كيسان من الكاس ديال العنبه، ودائما كيبقى على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب. مهم هنا صافي انا جمعتها من بعد ما حصلت على عجين يكون لين على هذا الشكل. هنا راه ما دلكتوش غير جمعته فقط. غنضيف عليه معلقه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحاول انني نمزج ديك الزيت مع العجين فقط باش كيبقى لينا رطب صافي. وفاش كنجمعها غادي نخليها مهم كترتاح. غنغطيها بكيس بلاستيكي عفوا. وهنا غادي ناخد كيس بلاستيكي وغادي نغطيها به وغنخليها ترتاح تقريبا نصف ساعه او ساعه. المهم كل ما خليتوها ترتاح كل ما كان احسن. صافي وديك الساعات نتلاقاو باش غادي نحضروه. انا هنا من بعد ما ارتاحت كنت خليتها ارتاح تقريبا نصف ساعه. صافي غادي نبدا كنكرس فيها وغادي ناخد القليل من الزيت وغادي نبقى كنوضع الكويرات، المهم الحجم اللي بغيتو نتوما. انا غناخدها على الحجم هذا، المهم غنبقى مستمره حتى غادي نسالي الكويرات كاملين. صافي الان بعد ما كرست العجين فهو عطاني 9 الكويرات بهذا الحجم هذا، يعني متوسطين ما كبارينش وما صغارينش. صافي الان غادي نغطيهم بلاستيك غذائي وغادي نخليهم مده ربع ساعه. وديك الساعات نتلاقاو باش غادي نبداو كنخبزو فيهم. العجين بعد ما ارتاح لي فانا غادي ناخد اول وحده بديت بها وغادي نبدا كنخبز فيه. اول حاجه غادي ناخد الزيت غادي نوضعو على سطح العمل، وغادي ناخد الكويره غادي نوضع من فوق منها الزيت وغادي نبدا كنخبز. صافي وانا كنطلق فيه كل ما احتاجيت زيت كل ما كنزيد. يمكن نرقوها جيدا حتى كيبقى كيبان لينا سطح العمل. صافي كما كتشوفوا فالان انا رققت
ناقصها حتى بقى كيبان سطح العمل. غادي نوضع القليل من الزيت في الوسط، وغادي نضيف الفينو أي السميد الرقيق، فقط القليل، وغادي نبقى كنطوي على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف القليل من الزيت مرة ثانية، غادي نضيف شوية ديال الفينو وغادي نطوي على شكل ظرف. واللي طويتها غادي نخليها على جنب حتى غادي نساليهم كاملين. وهنا غادي نعاود واحدة اخرى معكم بنفس الطريقة كما بديت في الاول. ويمكن نضيفوا الزيت اللي باش كيساعدنا انها تطلق بسرعة وما كتقطعش. وهنايا كل ما احتاجيت الزيت غادي نبقى كنضيف. ما نساوش الجوانب، رقوهم جيدا. وبنفس الطريقة كنوضعوا الزيت في الوسط، القليل من القمح أي الفينو السميد الناعم صافي. وكنبداو كنطويو واحد جنب على الجنب الآخر، كنشكلوه على شكل ظرف. هنا كنت سخنت انا المقلاة وجبت اول وحده كنت بديت بيها صافي، وغادي نبقى كنخبز فيها حتى غادي تطلق ليا. والان غادي نهزها وغادي نوضعها في المقلاة. قبل غادي نرش المقلاة بالقليل من الزيت، ما غاديش نكتر، فقط القليل. وغادي نوضع المسمن. النار بطبيعة الحال ما تكونش مجهدة بزاف باش ما يتحرقش لينا. صافي هنا ما غاديش نخليها حتى غادي تطيب، غير كتشد راسها. فاش كتشد راسها كنقلبها باش كيجي المسمن منفوخ ومورق. والسر كذلك باش ينجح معكم المسمن وما يجيش يعني يجي في الطياب ديالو هشيش، هو انكم خصكم تبقاو تقلبوه، ما تخليوش حتى يتحمر عاد تقلبوا، فقط يشد راسو قلبوه. وكتبقاو تحركوا فيه هكا باش كيجي كامل محمر من الجوانب. غادي نرجع نقلبها ونخليها حتى تحمر وغادي نزولها. وغادي نرجع نخبز معكم وحده ثانيه. دائما كنحاولوا نرقوه من الجوانب جيدا. وغادي نرجع نطيب في المسمنه الثانيه. من بعد ما وضعت المسمن في المقلاة فغادي نقلبها الان. غادي نخليها غير تشد راسها ماشي كتحمر، يعني هذا هو السر النجاح ديال المسمن بالنسبه للمبتدئات. ما كنخليوهاش حتى كطيب عاد كنقلبوها صافي. وكنبداو كنحركوا فيها. هنا كل ما حركتو فيها كل ما كتبدا كتنفخ، وكذلك يجي الشكل ديالها محمر من جميع الجوانب. هيا بدات كتنفخ. كما كتشوفوا فهو كيجي منفوخ، ويعني ما كتاخدوش يعني وقت انكم تدلكوه. ولا المسمن ديال الحليب صراحه كيجي لذيذ بزاف. كما كتشوفوا فالحليب كيعطيها واحد اللون ذهبي رائع الصراحه. هاد المسمن كيجي لذيذ بزاف، مغاير حتى في المذاق ديالو على المعتاد، وناجح يعني بدون دلك ولا خميره، كيصدق 100%. صافي كنبدا كنضغط عليها حتى كتحمر ليا.
انا كملت هاد المسمن، فهو كيجي مورق من الداخل. انا غادي نفتح لكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كيجي. هاد المسمن راه كيجي هائل. الا جربتوه ما غاديش تندموا، غادي يعجبكم بزاف. انا غنفتح لكم من الداخل، شوفوا كيفاش كيجي مورق وخاوي من الداخل ديالو. غنقسم لكم وحده من الداخل تشوفوها كيفاش كتجي. شوفوا معايا، فهو كيجي مورق. وصلنا الان لاخر الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.